السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل الكفتة العسل دي، القمر دي. ما شاء الله ما شاء الله، ما فكتش مني خالص، ما فكتش في الصلصة، ما فكتش وانا بقليها. وده كان بالنسبة لي مع الكفتة برز إنجاز، إنجاز رائع. بيني وبين الكفتة سبحان الله، يعني ما صنع الحداد. دايما بتفك مني، مش عارفة ليه، مع اختلاف نوع اللحمة، مع اختلاف المقادير اللي بعملها، بتفك، معرفش مالها يعني. المرة دي ما شاء الله طعم رائع، ما فكتش خالص. زي ما انتوا شايفين في الصلصة طعمها جميل قوي، تاخد غلوة، تاخد اتنين، تقعد يوم او اتنين مش هتفك منك، وهتديكي النتيجة اللي ترضيها. يلا نقول بسم الله ونشوف مقاديرنا عاملة ازاي. بس قبل اي حاجة تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل. مقاديرنا النهاردة: كوباية من الرز المطحون، مغسول كويس، محطوط في مصفى من بالليل للصبح، يتساب لما ينشف خالص، وبعد كده تطحنيه في مطحنة الخلاط عادي جدا، هيديكي شكل الدقيق. ومعايا كوباية من الخضرة، أنا باخد ورق الخضرة بس، شبت، بقدونس، كزبرة، كمية متساوية. كوباية بنفس معيار الرز، وكمان كمية صدور الفراخ اللي هستخدمها برضو بنفس المعيار. معايا كمان 3 فصوص من التوم كبار، لو حابة تزودي كمية التوم براحتك. ومعايا ربع معلقة من الكربوناتو أو بيكنج صودا، ولو حابة بيكنج باودر يعني أيا كان، بيكنج صودا أو بيكنج باودر، الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. ومعايا بياض بيضة، ممكن تحطي بياض بيضتين لو الكمية زيادة شوية. ومعايا بصلاية متوسطة، وياريت ما تزوديش البصل عشان هو اللي بيخلي الكفتة تفك، بس معانا المرة دي ان شاء الله مش هتفك خالص. هطحنهم في الكبة، لو الكبة بتاعتك كويسة هتطحنيهم في الكبة عادي جدا. لو الكبة بتاعتك ضعيفة شوية ممكن تطحنيهم في مطحنة الخلاط، حاجة حاجة كده تتطحن، وبعدين هتضيفيهم وتقلبيهم على بعض، هيدوكي نفس النتيجة. هنسيبها ترتاح شوية ونروح نعمل الصلصة بتاعتنا. بس أهم حاجة تسيبيها ترتاح ساعة في التلاجة. يلا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل الصلصة ازاي. هنحط المادة الدهنية بتاعتنا في الحلة، سواء زيت أو سمنة زي ما يعجبك، وهنحط معاها بصلاية مفرومة. حابة تعمليها بالثوم بس برضو زي ما يعجبك، النتيجة حسب ما بتحبي، بس في الحالتين النتيجة مرضية جدا. أنا هدبل البصلاية، مش هنحمرها قوي، مجرد بس ما تاخد لون هنبتدي نضيف عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم. البصل والثوم في التخديعة بتاعة الخضار أو الطبيخ عموما بتدي ريحة وطعم رائع بصراحة. بتحسسك كده بشمخة الأكلة. الناس اللي طبعا الخبراء في الطبيخ عارفين يعني ايه ان الأكل يبقى له شمخة. الريحة اللي بتطلع بتبقى تقلب البيت كله، يعني ريحة البصل والثوم وهم بيتحمروا في السمنة بتدي ريحة فظيعة يعني بصراحة. هحط بقى معلقة الثوم المفروم قرب ما البصلاية تبتدي تتحمر. وبعدين هنديها تقلبتين ونضيف عليها كمية الطماطم بتاعتنا. بحاول ما زودش التحمير على الثوم علشان طعمه ما يغيرش. مجرد بس ما يبتدي ياخد لون
نضيف الطماطم. يا ريت لو موجودة معايا لحد دلوقتي نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. حطيت كمية الطماطم المناسبة اللي محتاجاها للأكلة. حاولي مع الكفتة بالذات ما تزوديش كمية الطماطم علشان ما تبقاش حامية، ولو حابة تحطي معلقة من السكر علشان تعادل الطعم. زودت كمية السائل سواء شوربة سواء مية، وهحط معاها واحدة من المرقة لاني انا مش عاملة كمية كبيرة. عايزة اقول لكم الكمية صدور الفراخ دي ما كملتش نص كيلو، هي اكتر من الربع، حاجة بسيطة، ما كملتش نص كيلو. والله اكبر، رمت معايا كمية حلوة من الكفتة. حطيت المرقة وهديها بقى غلوتها واديها بهاراتها، بس مش هحط الملح دلوقتي. حطيت الفلفل الاسود والبهارات والكزبرة. بحب احط في الطبيخ اللي بصلصة كزبرة، بيديله ريحة وطعم حلو قوي. هنسيبها بقى تاخد غلوتها ونروح على الكفتة. بعد ما ارتاحت نبتدي نصبعها مع بعض. شوفي انتي بقى بتصبعي الكفتة ازاي، سواء بالزيت سواء بالمية. انا بصبعها بالزيت، بس اهم حاجة وانتي بتصبعي الكفتة بتشيلي العروق اللي بتبقى ماسكة ديت ما اتفرمتش، سواء في اللحمة او في الفراخ بتلاقي العروق دي. حاولي بقى وانتي بتصبعي الكفتة بتاعت الفراخ بالذات اعمليها كمية صغيرة، يعني حجم صغير قصدي، ايش هتعرفي بعد كده التغيرات شكلها ايه. هتصبعي الكمية اللي معاكي كلها وتروحي تقليها. يلا بينا نشوف واحنا بنقليها هتبقى عاملة ازاي. ادي كمية زيت محترمة زي ما انتوا شايفين. التخديعة بتاعتي خلاص اتعملت، ودي الكمية اللي طلعت. بتسخني الزيت كويس جدا وتبتدي تحمري فيه صوابع الكفتة. هتشوفوا دلوقتي شكلها بعد ما ابتدت تتحمر حصل لها ايه. عارفين الفنكوش اللي هو لما بيتقلي بيكبر قوي، ده بينفش قوي، هو كده. هي هتنفش بس مش هتفك خالص، مش هتشق حتى، برضو ماسكة نفسها، بس شكلها حلو قوي في الزيت لما اتنفخت قوي كده. وما تقلقيش، هترجع تاني زي ما كانت صوابع كفتة عادية جدا يعني. بس انا بقولك علشان ما تنصدميش لما تيجي تقليها. هي كفتة الفراخ وكفتة الجمبري بيعملوا كده، بيتنفشوا قوي كده وبعد كده بيكشوا تاني، بس بتطلع طعمها طبعا رائع وجميل جدا جدا جدا. هنحمرها كويس ونديها لونها الذهبي الحلو ونطلعها في مصفى. ما تطلعهاش على مناديل علشان ما تلزقش فيها، طلعيها في مصفى هتصفي الزيت اللي فيها. بس بصراحة أنا بصفيها كويس وأنا بطلعها، فما بتصفيش زيت يعني. وبعدين ميزة كفتة الفراخ إنها الطبقة الخارجية بتبقى ماسكة نفسها فما بتشربش زيت. جربيها وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات، هتعجبك جدا جدا جدا. شايفين لونها بقى حلو قوي قوي لما اتحمرت. هنطلعها وهوريكم شكلها بعد ما تطلع وترتاح شوية هتبقى عاملة ازاي. كده تمام. هنبتدي نطلعها زي ما قلت لكم على مصفى ونكمل الكمية بتاعتنا. شايفين بقى الكمية اللي طلعت بعد ما
ما هديت شوية بتكش، بتكش وتكرمش كده، بس ما بترجع تاني تتعمل كويس في الصلصة، بترجع لطبيعتها تاني يعني في الصلصة، هشة من جوه، مستوية كويس. هنحمرها كلها. شوف بوريكم الفرق بين اللي لسه طالعة من الزيت وتيجة هتتسقط في الصلصة وهتديكي نفس النتيجة. بصي بقى ما تقلقيش خالص، هتغليها غلوة، هتغليها 2، هتقعد يوم أو 2 كمان في الصلصة، ما تخافيش خالص خالص خالص. حابة كمان تحطي معاها بطاطس مكعبات، هتزود الكمية وتديكي طعم فوق الرائع بصراحة. الكفتة برز ديت أكلة الأفراح، أكلة المناسبات السعيدة فعلا، يعني بتجمع العيلة إنها تقعد تعملها، بتبقى أكلة حلوة جدا جدا جدا. وعملت معاها رز بشعرية، وكمان كان عندي فلفل مخلل وزيتون مخلل، قدمته معاها. وكلي بألف هنا وشفا، أحلى كفتة ممكن تاكليها، أحلى كفتة ممكن ما تفكش منك خالص، تديكي طعم رائع، تديكي شكل رائع، قوام مظبوط جدا جدا جدا. يا رب تجربيها، ويا رب تقولي لي ايه رأيك، ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وتفضلوا معانا. بألف هنا وشفا على اللي أكل، وبألف هنا وشفا على اللي هيجربها. يا ريت تقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد في يوم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنسوا اللايك، ما تنسيش اللايك يا قمر. باي باي.